نهاية عصر أنور السادات حسني مبارك. سميتها النكبة، قصيدة عمودية. المهم هقول لكم أنا حتة صغيرة على الفصفصة. بقول وقالوا الحد للخسران فصفصة تصوم المال من باغ ومختلس، وتدفعنا إلى التخصيص شرذمة تروم الدبر في واد من الفلس، فباعوا الصرح تلو الصرح فانكشفت مساوئها على حفل من الإنس، وصارت مصر في الأسواق جارية نقلبها على التجار والنخل، وكانت مصر في البلدان سيدة يباهي العرش مجلسها على الكرسي، وأهدرنا لدى الأوطان قاعدة وأهدرنا لدى الأوطان قاعدة تضم الشعب من راب وبردائس يؤمنهم قيمة الدستور في وطن من التشديد والإملاق والعنف، وبيعت مصر للفجار باكية تكيل اللعنة للعميان والقرص، ويبقى دينه سيدنا وقائدنا وتاج العز في عالم من الرقص. في قصيدة كتبتها من 11 سنة أسميتها خطاب قراقوش على العرش. طبعا قراقوش ده كان حاكم مصر، ولما نجح وبقى زعيم عمل حفلة كبيرة قوي وكان الشعب المصري كله قدامه وبيخطب فيهم خطبة العرش ويبص فين كل مرة ويقول كله تمام اوعى تكذب اي كلام، واما اتكلم انت تكذب وتكذب وكف الكلام، واما تشوفني تفضل وترجع بالحليل بألف سلام، وانا بتصرف زي ما بعرف ان كانت ورا او كانت قدام، تسمع رأيي وكان الدور فيه بعدها كله تمام اوعى تكذب اي كلام. لما اقول الشمس هتطلع بكره من المغرب صدقني، واما اقول التلج هيولع واحنا في الشتاء لو قعدت تكبرني، واضحك على تقليل اللي بقوله ومحدش يضحك على بالي، واعمل خطه وتاكلها القطه، يعني مش مبنيه على علم، واعمل خطه وتاكلها القطه فيها اسعار العام الشرطه، والدنيا بتضرب بجد وليل وانا فرحان وبنط النهارده بنلعب الحمد لله ويا والدنيا بتضرب جنبي وليل وانا فرحان وبنط النهارده، والتنسيق وراجل يتدرب وهو اللي انت تكسب كام، يعني تسرق كام، كله تمام اوعى تكسب اي كلام. انا طول ما انا عايش افضل جالس على نفسها الف ويعرف، وكل كلامي يحط مجالس هو غيره في اليوم 100 مره. انا سيد والكل عبيدي، ممسوكه بايدي، تتفلسف هتخش اوام، جوه السجن مفيش احكام، وهيقرصك ودنك والعادي فيا مفيش اعلام، بس رجائي كنت بداية بعد ما جابوا الدور النام، والإنسان سألك عن حالي تقول له هلسه كله تمام اوعى تكذب أي كلام. أنا مش وانتوا اللي هموش ولواكم ضربين بردوش، وانتوا فراغ صعب ولعبة لا نستحسن انتوها للدوش، ومكيافيلي بتاع كتاب الأمير الله يجعل وزيرة، ومكيافيلي ظني وقال لي خلي الجامد اوعى تدوش، جوع شعبك يلحس كعبك والدولات الجمر دوش، لما الروح يقرصهم يجروا وياكلوا في بعض كأنه وحوش، وانت تعيط بقى ولا تقدر تدلع بالكرتوش، والناس قاعدين تعرفوا الجبهه زي كتير ماشيات الجام، وانت راكبها تهز وتضرب وتمشي مكان مخصوصه بخزان، واضرب وتحكم على جيبك، وهم بعيش وانت الغنام، واما خروف يخرج عن طوعك وسط واعمل منه حزام، وامشي وقول يا بلاد
الفواكه.